ريبيرو انا مش شايف في حاجه في الملعب بتتعمل، فانا مش شايف لحد دلوقتي برضو في حاجه في الملعب في اللعب. والذات وغطى كمان بقى يا خالد ايه النهارده الماتش شغال كويس وانت ماشي وضغط، والشوط الاول عامل فرص كتيره جدا ومش عارف ايه وبتاع، بس من اللعيبه برضو مش من ريبيرو. اداره فنيه من ريبيرو سيئه جدا جه جدا. طلع لك بقى اللعيبه اللي اصلا كانت عامله لك الضغط ده، وبعدين انت طلعت، انت عملت تغيير عجيبه جدا. انت جيت نزلت كوكا بدل عمر كمال، ووديت كريم فؤاد الناحيه اليمين، ووديت كوكا. هو كوكا عمل لك ايه الناحيه الشمال عشان يعني انت عشان تكون يعني انت مش منزل روبرتو كارلوس. والله انت مش منزل مثلا تيو مع ميلان هياخد بص الكوره ويعمل لك سبرنت جوه وممكن لا انت مش انت كوكا. لو انت افهم مثلا كوكا لو انت عايزه تنزله في نص الملعب عشان الباسات بتاعته ماشي، انت شايف ان هو باسير كويس وبتاع ماشي، بس هو في نص، هو في باك شمال. بص انا في الماتش اكتر حاجه استغربت منها بامانه يعني، مش كوكا ومش عمر، استغربت منها فكره ان انت اللي كنت بقول لك عليه قبل كده، فكره ان انت اتيحت لك فرصه ما جاتش المدرب غيرك في اخر 15 سنه ان انت تبقى عندك معسكر اعداد ولعبت مع 3 ماتشات رسميين في كاس العالم للانديه بمستوى عالي جدا بثلاث مدارس مختلفه، انتر ميامي وبالميرس وبورتو، امريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه واوروبا، ثلاث مدارس مختلفه بثلاث انماط لعب مختلفين بانتنسيتي مختلفه في الملعب. وبعدين رحت عملت معسكر اعداد، لعبت فرق الى حد ما اقل اللي هم البنزرتي الملعب التونسي. والملعب التونسي، وبعدين رجعت عملت ماتشات مع فرق انت هتلعبها في الدوري في المعسكر بتاع مصر. انت عملت معسكر مرعب لم يتح لاي حد قبلك. حلو. والنهارده لسه بيجرب. انت لسه بتجرب اللعيبه، طب هجيبه يمين شويه، طب هجيبه شمال شويه، طب هحطه قدام شويه. فدي كانت حاجه مريبه جدا بالنسبه لي. بس اكتر حاجه مريبه بالنسبه لي اكتر ان انت قدامك فرقه اول 3 ماتشات متعدل 0-0، 3 ماتشات 0-0 من غير ما يجيب اجوان، من غير ما يكسب، من غير ما يخسر. هو زي ما بينزل الملعب بيفضل قاعد ورا، زي ما بيخرج من الملعب ممتاز. وفي اخر 15 دقيقه اللي هو خلاص بقى مفيش هو مش هيهاجمك اصلا. مفيش انا لقيت 2 واقفين بره، قلت والله الولا ريبيرو ده شكله عنده حاجه يعني قال انا. لك هيعمل لك حاجه من بتوع جوزيه زمان، يطلع لك حد من انا الدفاع قلت وينزل النجوم هيطلع وخلاص. انا قلت هيطلع ديانج ويطلع كريم فؤاد وينزل احمد رضا ارتكاز لوحده ويلعب ب3 ورا، وينزل محمد شريف جنب جراديشار ويلعب ب2 مهاجمين، ويطير وده بقى الاوقع. حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ويلعب بيهم باك وينجز زي ما كانوا بيعملوا قبل كده. انا لقيته راح طلع منزل جراتيشار حتى احمد رضا. اصلا. انا لقيت نزل وانت عايز تكسب منزل احمد رضا جنب ديانج يدافعوا في فرقه ما بتهاجمش يعني لو ايه، طب انت كنت مستني ايه اللي لا يحصل؟ هو شايف ان احمد رضا هو ده بعد بين رمضان اللي هو هياخد الكره ويوصلها لقدام والباصات ومش ممتاز عارف ايه وبتاع. ممتاز. لا انا مشكلتي مش في كده، انا مشكلتي انت شفت جراديشار وهو خارج هو بيبص، ايوه اللي هو هو في يا جماعه. بص جراتشار كان وحش حلو، بس هنا بس انت في هتلعب باتنين، هترفع عرضيات، الاتنين بيلعبوا بدماغ يعني انت عايز تكسب. سيبك من الاثنين هيلعبوا بدماغهم ماشي. انت جراتشار وحش جدا اوكي ما عنديش مشكله، فانت بتشيل واحد وحش بتنزل واحد في تغيير متاخر جدا في الدقيقه 79 بتنزل محمد شريف، ده على ما يخش الماتش اصلا هيبقى الماتش خلص والناس روحت ما وهو افتكرش لسه مثلا ان عمال يجري محمد عشان شريف لمس يسحب. الكوره الا 3 مرات مفيش تقريبا. خالص. حلو. فانت دلوقتي منزل مطلع مهاجم وحيد، عشان تنزل مهاجم وحيد سهل يتمسك في التكتلات الدفاعيه دي كلها، بدل ما تنزل مهاجم تاني متحرك اكتر، يا اما هو هيجري يفضي المساحه لجراديشار، يا اما جراديشار هو اصلا بينزل اصلا جراتيشار بينزل اصلا لتحت اول اللي كتير بينزل لتحت بالظبط كتير كده فهيفضي فيصنع. بالظبط. بس فكره ان انت تطلع مهاجم وحيد عشان تنزل مهاجم وحيد في كل التكتلات الدفاعيه في 10 دقائق اصلا على ما يسخن سهل يتمسك. انا مش عارف ريبيرو مش عارف. طب انا عندي بس سؤال في نفس الوقت اللي انا قلت لك عليه في الحلقه الاولى واللي انا اكدت عليه في الحلقه الثانيه هقوله في الحلقه الثالثه، ان انا مش هحكم على ريبيرو دلوقتي. هتحكوا عليه امتى طيب؟ مش هحكم عليه دلوقتي، هو وحش جدا، بس انا الاحكام المسبقه انا ما بقعش في فخ الاحكام يا المسبقه. تعالى لي يا بتاع الاحكام المسبقه ده، انا افتكرته قعدت تقول لسه عاملين ميركاتو جامد يا باشا لسه واحنا بس دي عاملين. هنجيلها. بس هقول ماشي لك احنا بس بنتكلم على ماتش الميلان بالمناسبه عشان هقول لك بس دلوقتي هو مش حكم مسبق. انت الباشا ده لعب معاك كام ماتش رسمي؟ كتير. رسمي 7. وكام ماتش ودي؟ هو لعب 3 في كاس العالم و2 وده
التالت 6 6 بالظبط. برافو ميدو. 6 عمال يقول لي ورا ميدو انا شايف عمال يقول لي انا قلت بس انت قلت 7 واحنا لعبنا 3 لا ماتش يا عم ميدو. انا قلت 7 قعد يعمل لي 6. المهم يعني 6 انت شفت في ال6 اي حاجه تقول امين؟ ايه شفت في ماتش بورتو؟ ايه ماتش بورتو؟ ماتش بورتو يعني شفت في ماتش بورتو جمل، شفت في ال3 ماتشات دول جمل. اي نعم مش بنفس الجودة اللي انت مستنيها، بس شفت حاجات لا تشفع للاهلي. بس انا بس اسمعني للاخر، لا تشفع للاهلي عشان كنت لسه هقول النقطة اللي انت بتتكلم عليها دي. لا تشفع للاهلي في ظل السكواد اللي عنده، ان انت تقول انه ريبيرو بيعمل حاجة، بس في النهاية بتشوف ولا ما بتشوفش، بتشوف بنسبة 10% مش كفاية.